حكت لي على شوية تفاصيل وقالت لي ان هو مش طبيعي، وكمان عامل زي الحمار، ببقى عايز الموضوع ده بأي شكل من الأشكال وبأي وضع وفي أي مكان، وهي خلاص ما بقتش قادرة منه. أهلا بيكم. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي سمر، أنا متجوزة من راجل محترم جدا، وهو الحمد لله غني ومعيشني في فيلا جميلة جدا، وجوزي يعتبر مش كبير في السن وناجح جدا في شغله، الحمد لله. بس للأسف الحلو ما بيكملش دايما. أنا مشكلتي مع جوزي إنه دايما الطاقة اللي عنده مش زي الطاقة اللي عندي خالص، واللي عند معظم الستات. انتوا عارفين ان معظم الستات دايما بتشتكي ان الراجل بيكون عنده طاقة اكتر، وانه يعني بيكون محتاجها طول الوقت وعايزها طول الوقت، لكن العكس بقى، وهي اللي بتكون مش قادرة ولا قادرة على الموضوع ده، وبتبقى عايزة ترتاح منه بأي شكل من الأشكال، والموضوع ده بيبقى كتير. لكن الموضوع عندي بقى أنا للأسف قلب بالعكس، أنا اللي بيكون عندي طاقة أكتر من جوزي بكتير جدا. هو أي نعم أنا متجوزاه عن حب وكمان مخلفة منه، وطبعا أي حد هيسمع كلمة إن أنا مخلفة منه هيقول يا ستي طب ما انتي تمام اهو، ما انتي طالما مخلفة منه انتي بقى عايزة تاني ايه؟ بس بصراحة لأ، اللي شفته والطاقة اللي عندي أكتر بكتير من اللي هو بيعمله على طول دايما معايا. هو دايما على قده خالص، وهو يمكن أنا محسيتش في أول الجواز بكده، لكن بعد فترة بقى من الجواز بقى على طول على قده، وما بقاش يعني في مستوى الطاقة اللي أنا ببقى دايما فيها. وهو برضه مش كبير في السن، وانا اوقات كتير يعني بلتمس له الاعذار وكده، علشان بقول يمكن ببقى مشغول في الشغل او شغله جامد او شغل تعبه، لكن انا بقى على طول الحرمان اللي عندي بيخليني ان انا محتاجة الموضوع ده وعايزاه على طول. وهو برضو بقى ما بيتغيرش، واوقات كتير كنت بفضل ان انا المح له كل شوية ان انا متضايقة وان احنا خلاص ممكن ننفصل، لكن كان بيقول ان هو ما يقدرش يستغنى عني، وان هو بيحبني قوي وما يقدرش يطلقني، وكان يعني اوقات بيحاول ان هو يتغير. وبعد كده بقى فضلنا زي ما احنا، وانا علشان هو رفض موضوع الطلاق ده كنت دايما بقعد اقرفه طول الوقت، وفي نفس الوقت بقعد اتفرج على حاجات على النت وكده واقعد مع نفسي علشان يعني بخرج الطاقة بتاعتي والكبت اللي جواي. وهو كان بيبقى غصب عنه، وكانت بقى بتعدي الأيام وأوقات كتير كنت دايما بتخانق معاه على أي حاجة، على أي كبيرة أو صغيرة، وده علشان ننفصل ونتطلق. بس هو كان يعني بيترجاني، وكان دايما بيصالحني حتى في أي زعل، كان دايما يصالحني وبيتمنى لي الرضا أرضى. حتى في مرة كمان قلتله ان انا ما بقيتش قادرة على شغل البيت زي الاول، وعايزة واحدة بقى تيجي وتشتغل معايا وتساعدني في البيت، علشان هو بقى يرد عليا ويقولي لا او نطلق وكده. بس للأسف لقيت العكس، لقيته راح مديني فلوس وقال لي يا ستي اطلبي الشغالة اللي انت عايزاها وخليها تشتغل معاكي واعملي اللي انت عايزاه، البيت بيتك. وفعلا تاني يوم سمعت كلامه ورحت عاملة اعلان على النت وطلبت شغالة اهي تيجي تسليني في الوحدة اللي انا قاعدة فيها في بيتي، ما انا طول الوقت قاعدة بقى على النت علشان جوزي مش فاضيلي. وكتبت بقى الاعلان اللي انا عايزاه، واتصلوا بيا بقى كذا شغالة، في واحدة بقى شغالة انا اخترتها منهم وجاتلي. ولما جاتلي بقى وقعدت معاها حسيت ان هي بنت حلال قوي، وقالت لي ان هي اسمها وفاء ومتجوزة بس لسه ما خلفتش، علشان جوزها اجري وارزاجي يعني، وشغال باليومية، وظروفهم كمان المادية مش كويسة وهم على قدهم. اشتغلت عندي بقى وكله بقى تمام، وكنت كل يوم بقى بقعد اتكلم معاها وتسليني في الكلام، ولقيتها عشرية قوي وكان دمها خفيف، وبتقعد تتكلم معايا كتير وبتحكيلي بقى عن حياتها مع جوزها وعن مشاكلها. وكانت دايما بتقولي ان جوزها يعني الطاقة اللي عنده كبيرة قوي، وان هي كمان ما بتقدرش تستحمل اللي هو بيبقى عايزه. وهي لما كانت بتحكيلي انا كنت ببقى حاسة ان انا من جوايا متضايقة قوي، وكنت بقول ازاي يعني واحدة زي دي تتجوز واحد زي ده، هو انا للدرجة دي حظي وحش؟ يلا بقى انا اللي وقعت في حظي اللي ما عندهوش طاقة دايما. وكنت بقول على جوزها، كانت هي دايما بتقول على جوزها ان هو عامل زي الحمار وما بيهداش،
وعايز على طول الموضوع ده ليل نهار. انا لما لقيتها كده قلت لها طب ومالي يا ستي، هي دي حاجة تزعل؟ ده في ستات كتيرة قوي بتتمنى الوضع اللي انت فيه. راحت رد عليا وقالت لي هي مادام مش كل حاجة الموضوع ده احنا بنيجي ساعات علينا ايام ما بيكونش معانا اي فلوس وما بنعرفش حتى نجيب اكل. بس برضو كنت بحب اسمع لها، وبدأت بقى ان انا اتكلم معاها كتير واجرجرها في الكلام، وخلتها بقى تحكي لي التفاصيل اكتر في الموضوع ده، يعني ايه اللي بيحصل ما بينهم وكده. وهي حكت لي برضو على شوية تفاصيل، وقالت لي ان هو مش طبيعي وكمان حجمه مش طبيعي، وعلى طول ببقى عايز الموضوع ده بأي شكل من الاشكال، على طول كده عامل زي الحمار وعايز الموضوع ده بأي شكل وبأي وضع وفي أي مكان. وإن هي خلاص ما بقتش قادرة على كده، ده حتى بعد ما بيرجع بعد شغل طويل بيكون تعبان بيطلب برضه، وهي برضه بتكون تعبانة ومهدودة، بس برضه ما بيهموش، وكان برضه لازم يعمل الموضوع ده. وانا لما كنت بسمع حكاياتها دي ما كنتش ببقى حاسة ان انا قادرة اتلم على اعصابي خالص، وكنت دايما بتخيل نفسي مكانها، وكنت بقعد اقول لنفسي يا خسارة ما كنتش يقع في ايدي واحد زي ده. بس فعلا يلا مفيش حد في الدنيا بياخد كل حاجة، وكنت بصبر نفسي زي ما بعمل وخلاص كل يوم. وفي يوم من الايام كده كنت محتاجة حد يجي ويظبط لي الجنينة ويروقها ويقصقص لي الشجر شوية اللي في الجنين. فقلت للشغالة بقولك ايه، انتي ما تعرفيش حد كده يجي يظبط الجنينة، حد مزارع يعني وله في الزرع وكده؟ قالت لي انتي تؤمري يا مدام، انا جوزي بيعرف يعمل اي حاجة، وكمان هو ممكن يجي يعمل لنا الجنينة ويوضبها كده وياخد باله منها. انتي عارفة ان هو بيشتغل يوم ويوم لا، وان هو بيشتغل باليومية. انا بصراحة اول ما الشغالة قالت لي الكلمة دي قلت يلا اهي فرصة بقى ان انا اشوف البطل اللي هي دايما بتتكلم عليه وبتحكي عنه. وقلت لها تمام، خلي جوزك يجي ويشتغل في الجنينة ويظبطها، وما تشيليش يا ستي هم اي فلوس، واللي انتوا عايزينه هديهولكوا. وفعلا لقيت الشغالة جابت جوزها تاني يوم على طول علشان بقى يشتغل في الجنينة. ولما شفته لقيته بقى استغربته، لقيته بقى طول بعرض كده. هو يعني في الشكل مش الشكل اللي هو الحلو القوي، هو كان شكله عادي، بس انا طبعا كنت شايفاه بشكل تاني خالص وشكل مختلف من الحكايات اللي كانت دايما مراته بتحكيها لي. وبدأ بقى يشتغل في الجنينة، وبقى يدخل لمراته في المطبخ ويجيب حاجات وبيفضل يتحرك قدامي، وطول الوقت وانا عيني عليه. وكان على طول لما مراته كانت بتبقى قدامه في المطبخ كان مثلا يقوم يقرب منها يهزر معاها شوية ويمسها كده بهزار، وانا بتبقى عيني عليهم على طول. وكنت بقى مراقباهم ومراقبة كل تحركاتهم وشايفة كل حاجة. وكنت بقول فعلا الشغالة دي يا عيني شكلها غلبانة قوي وتعبانة معاه، ده عايز واحدة تكون عندها طاقة زي كده بالظبط. بس يلا محدش بياخد كل حاجة. وانا غصب عني بقيت ابص على جوز الشغالة وهو بيشتغل في الجنينة كل يوم، وكنت بفضل اراقبه من البلكونة وببص عليه في المنطقة يعني. وساعتها بقى فهمت كلام مراته انه حقيقي، وبقيت غصب عني بحلم بيه. وايام كتير لما كنت ببقى قاعدة لوحدي كده على النت وبتفرج على اي حاجة في النت كنت دايما بتخيله ان هو معايا، وكنت بفكر في الحاجات اللي مراته كانت دايما بتحكيها لي اللي هي بتحصل ما بينهم، لدرجة ان انا حطيته في راسي وقلت بقى انا لازم اشوف هو بيعمل ايه بالظبط مع مراته. الموضوع ده كان على طول بفكر فيه، فسألتها بقى قلت لا انا لازم اشوفه بيعمل ايه، او حتى اطوله ان هو يبقى معايا لوحدي لمدة يوم بس علشان اطلع كل الطاقة اللي عندي. بس ازاي يعني؟ ساعتها رجعت لعقلي قلت ده جوزي الشغالة اللي بتشتغل عندي، قلت مش معقول يعني ان انا في الاخر هبص لجوزي الشغالة. المهم ان انا كان على طول تفكيري مشغول قوي بجوزي الشغالة ده، وكنت عايزة يعني اشوف الحاجات اللي بتحصل ما بينه وما بين مراته وانا مش موجودة في البيت. فقلت لهم كده في يوم من الايام ان انا هخرج برا وهتأخر، يعني هما متعودين ان انا لما بخرج كتير يعني وبشتري حاجات بتأخر، بس في المرة دي بقى قلت لهم ان انا هتأخر برا شوية. ولقيت جوز الشغالة بيجي ويسألني ويقول لي يعني يا مدام كده هتتأخري لغاية قد ايه؟ قلت له لا انا اتأخر كتير فيها 3 ساعات او 4 ساعات كده. فقال لي طيب ماشي، وهو عينيه كانت كلها فرح. فانا طبعا فهمت ان هو اكيد هيحصل حاجة ما بينه وما بين مراته، وانا بقى هشوف كل حاجة.
وساعتها بقى انا هشوف كل حاجة من خلال تسجيل الكاميرات اللي هتكون مصورة كل حاجة، علشان احنا طبعا عندنا في البيت كاميرات متركبة في الريسبشن وفي المطبخ وفي كل حتة، علشان يعني لو حد غريب موجود، او يعني علشان اشوف الشغالة بتعمل ايه في البيت وهي بتشتغل، وساعتها هشوف كل حاجة واكون عارفة. وخرجت بقى من المطبخ وفضلت الف في المول واشتريت شوية حاجات، وبعد كده قعدت كده شوية في كافيه علشان الوقت يعدي، وشربت حاجة في الكافيه. وبعد كده رجعت بعد ساعتين ونص، وكنت هتجنن علشان اشوف الكاميرات سجلت ايه. ودخلت اوضتي بسرعة وفتحت الشاشة وقعدت بقى اتفرج على اللي حصل. لقيت جوز الشغالة ماسك الشغالة كده وهجم عليها زي ما يكون وحش. ووقتها بقى كانوا واقفين في المطبخ وحصل ما بينهم كل حاجة. وبعد ما شفت كل حاجة كنت هبقى زي المجنونة من اللي أنا فيه، وقعدت أفكر في جوزي والخيبة اللي هو فيها، وكنت زعلانة قوي على نفسي. بس غصب عني ان انا اتفرجت على الفيديو تاني وتالت، ويعني حاولت ان انا مع نفسي لحد ما ارتحت. وبعدين كده قعدت افكر كده مع نفسي ازاي يعني ممكن يحصل ما بيني حاجة وما بين جوزي الشغال. والافكار فضلت تروح وتيجي في راسي. بس تاني يوم بقى قعدت ان انا افكر في كلام الشغالة اللي كانت بتقولهولي ان مفيش حد في الدنيا بياخد كل حاجة، وان دايما الحلو ما بيكملش، وان جوزي الشغالة رغم ان هو عنده طاقة وكويس بس حالته المادية مش كويسة، وعلى طول يعني ظروفهم وحشة. وكمان اوقات كتير بيكون متكاسل ومش بيروح يشتغل ويتحرك ويعمل زي الرجالة ما بتعمل، وهي بتكون متضايقة من ده. لكن انا جوزي يعني في المواضيع دي على قده بس مخليني عايشة في الحياة كويس، وبيصرف عليا وبيسيب لي فلوس اصرف براحتي، وعايشة في فيلا جميلة وعيالي مش محتاجين اي حاجة. وساعتها بقى رجعت شلت الافكار الوحشة دي اللي كانت بتجيلي في راسي، وندمت على اللي انا عملته، ولحد دلوقتي انا غضبانة على اللي انا عملته، ومتأكدة ان اللي انا عملته ده غلط وحرام. بس مش عارفة اعمل ايه. انا حاسة ان كانت ساعة شيطان والشيطان ضحك عليا، وانا ندمانة على كل اللي عملته. بس مش عارفة هل ربنا هيعفيني ولا هيحاسبني على اللي انا عملته ده. بس انا عمالة يعني ادعي ربنا واتقرب له علشان ربنا يسامحني في اللي انا عملته ده. يا ريت تقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي، لاني مش طايقة نفسي من ساعة الحاجات اللي انا كنت بتفرج عليها دي.